كلنا عارفين القصة. شاب غلبان بيحب بنت من طرف واحد، بيظهر له جن مجنون بيحقق له 7 أمنيات عشان يوقع البنت اللي بيحبها. قصة تقليدية صح، بس اللي عمله أحمد مكي وماجد الكدواني في فيلم طير انت كان أبعد بكتير من مجرد كوميديا لذيذة. بهيج ما كانش مجرد شخصية بائسة بتدور على الحب، بهيج كان تجسيد حي ومسخر للخطايا السبع، للبحث عن الذات. كل محاولة، كل شخصية تقمصها كانت بتكشف عيب قاتل في شخصيته، وعيب أكبر في الطرق اللي بنحاول بيها نلفت نظر اللي بنحبهم. في الفيديو ده هنحلل رحلة بهيج من خلال ال7 شخصيات، ونعرف ليه كل شخصية كانت خطيئة في حد ذاتها، وليه كان لازم يفشل فيهم كلهم. يلا بقى يا صاحبي، هات مشروبك المفضل وتعالى نغوص في دماغ بهيج. الخطيئة الأولى اللي بيقع فيها بهيج هي خطيئة التصنع. بهيج في العالم ده بيتقمص شخصية الشاب الكول العضلنجي اللي جاي من ايجيبت، وده بسبب ان اول حب في حياته كانت واحدة وراحت العيال بتوع العضلات دول. بهيج كان فاكر ان ليلى هتحبه وهتعجب بشخصيته الجديدة، لكن الحقيقة بتحصل لما مجموعة بلطجية بيطلعوا عليهم في الصحراء وبيثبتوهم، وطبعا المعلم بيسيب لهم ليلى عشان داخل على مسابقة مستر ايجيبت. لكن ليلى بالصاعق الكهربائي اللي معاها بتكهربهم وبتكهرب ميشو، وبكده بتنتهي أول محاولة لبهيج بالفشل. لكن هل بهيج هيتعلم من غلطه؟ بهيج في المحاولة التانية هيرتكب خطية الغضب، وهيتحول لشخصية الكبير العمدة الظالم اللي بيرهق أهل قريته وبيعذبهم. بالنسبة ليا دي كانت أكتر محاولة كوميدية لبهيج في طير انت، وهي كانت تجربة أولية لشخصية الكبير في عالم المزاريطة اللي قدمه بعد كده ميكي في 8 أجزاء بمسلسل الكبير. ليلى هنا ما بتحبش الكبير بسبب غضبه وقسوته، وفي النهاية برضه ليلى بتوقع بهيج لما بتصور عليه هي وأهل البلد، وبكده بتنتهي محاولة بهيج التانية. بعد كده بقى بنروح لخطية التصنع، وده اللي ظهر لينا في شخصية سوما العاشق. الاسم ذات نفسه إفيه، لا كمان الإفيه الأحسن منه، بتخني بتخني يا عم حسام. تريقة ميكي على البرامج الرومانسية كانت جامدة جدا في المحاولة دي. المرة دي ليلى مش بس بتسيب سوما، دي بتحلق له بتروح مع واحد تاني اسمه عنتر. بعد كده بنروح للمحاولة الرابعة، وهنا بهيج بيرتكب خطية السيطرة، وده بنشوفه في محاكاة ساخرة لخناقة حسن شحاتة مع ميدو في ماتش مصر والسنغال. لكن في عالم بهيج الخيالي، عمرو زكي بعد ما جاب الجون السنغال جابت جونين في دقيقة واحدة، وهنا ليلى كانت هي اللي بتحاول تلفت انتباه بهيج وتلمح له بالإعجاب عشان يقرب ليها، فبالتالي بتفشل المحاولة. ونروح بعد كده للخطيئة الخامسة، وهنا بهيج بيرتكب خطية شهوة المال. بعدين فاجئني بطلب ان هو عايز يتقدم لي. فكرك هتتغير بعد الجواز. صحيح، ده الكلب عمره ما هيتعدل. انتباهك، حقنا للدماء وإنجازا للوقت. بنشوف بهيج في العالم ده شخص خليجي غني، أسهل حاجة عنده الفلوس. بيتعرف على ليلى في محل الملابس، وبعيدا عن كل المرات اللي قبل كده ليلى بتنجذب ليه من أول لقاء بينهم، وبتحس بشوية مشاعر ناحيته، لدرجة إنها بتروح تفضفض لدكتور الحب أسامة منير اللي منتحل شخصيته الأستاذ لطفي لبيب. لكن مع الوقت ليلى بتكتشف الجانب السيء في بهيج، وبتقرر تشرشح له لما بتحس انها مجرد سلع قدامه. وهنا بهيج بيعمل حركته المعهودة ويخلع منها. في المحاولة السادسة بهيج بيرتكب خطية الخيانة، وده بيحصل لما بنشوف هيثم دبور بيخلع ليلة فرحه من داليا، وبيحاول يرقص مع ليلى في النايت كلاب، وطبعا داليا بتروح وتواجه هيثم فليلى بتسيبه. وهنا دي كان ربط ذكي بين سيت كوم تامر وشوقية وفيلم طير انت. في ناس فهمت الكروس اوفر ده غلط، وافتكرت ان ده هيثم دبور من فيلم اتش دبور، لكنه هيثم من تامر وشوقية. في المحاولة السابعة بقى والأخيرة لبهيج، بهيج وقع في خطية السذاجة، وفي العالم ده بنشوف بهيج وليلى في عالم الهنود وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض. لكن فجأة بيجي مجموعة مجرمين بيخطفوا ليلى وبياخدوها بعد شوية. بعد كده البطل الهندي بيرجع وبيقهر العصابة، وهنا المشاهد دي بنشوف شوية تحفيل على الأفلام الهندية. وبعد ما بينقذ حبيبته بيكتشف الحقيقة المرة إنهم إخوات، وده بيظهر لينا في المشهد المؤثر لما بنشوف على كتافهم دجاج كنتاكي. الدرس الأخير بعد ما بهيج استنزف كل محاولاته وخسر ال7 أمنيات بتاعته، اكتشف الحقيقة الصدمة اللي المارد كان بيحاول يوصلها له بطريقة غير مباشرة. رحلة بهيج ما كانتش عشان يغير نفسه، كانت عشان يكتشف نفسه. المحاولة الثامنة واللي ما كانتش أمنية هي لما وقف قدام ليلى بشخصيته الحقيقية، بهيج الدكتور البيطري الخجول اللي بيحب الحيوانات وبيفهم في شغله. طير انت مش مجرد فيلم كوميدي، ده درس في ان اعظم خطيئة ممكن ترتكبها في حق نفسك ممكن تكون انك مش شايف نفسك، او انك بتحاول تغير من نفسك.
فيلم طير انت مأخوذ عن فيلم أمريكي اسمه بازلد لبراندون فريزر، لكن الفيلم الأجنبي كان سيء على كل النواحي. في رأيي طير انت تفوق بشكل كبير وواضح في تمثيل معالجة الفيلم، ودي من المرات القليلة جدا اللي العمل التقليد بيكون فيها أحسن من العمل الأصلي. أتمنى من أحمد مكي إنه يرجع تاني للسينما بفيلم كوميدي يعيش سنين كتير زي فيلم طير انت. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم، إيه أكتر شخصية فطستكم من الضحك في الفيلم؟ وإيه أكتر خطيئة بنقع فيها في حياتنا اليومية؟ اكتبولي بقى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وأشوفكم الفيديو الجاي.